اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده معانا اكتر جهازين عليهم جدل في السوق حاليا، وهو الايفون 16 برو ماكس والاس 25 الترا. فيديو النهارده هيكون اختبار اداء وسرعه للموبايلين. اول حاجه الايفون 16 برو ماكس بيجي بالمعالج A18 بتاع ابل، والسامسونج اس 25 بيجي بسناب دراجون 8 اليت. الاثنين موبايلات فلاج شيب، والاثنين يعتبروا اعلى موبايلين في السوق حاليا. من غير بقى ادخل في تفاصيل كتير وارقام، نشوف الاداء ونشوف مين فيهم هيدينا اداء احسن. بس في الاول ادينا اللايك والسبسكرايب التمام، ويلا بينا. اول حاجه هنشوف الموبايلين هيفتحوا في قد ايه. السامسونج اللي على الشمال والايفون اللي على اليمين. الاس 25 الترا طبعا بيجي باندرويد 15، والايفون بيجي بنظام اي او اس 18. وزي ما احنا شايفين الاس 25 الترا يعتبر فتح الاول، ولكن بفرق بسيط جدا. ولكن عايزكم تبصوا يا جماعه، شكل الموبايلين بصراحه رهيب. الشاشات تعتبر جايه من غير حواف تماما وبشكل خرافي. ودلوقتي هنفتح جيك بنش ونشوف الارقام بتاعت الجهازين. الارقام بتقول ان معالج سناب دراجون 8 اليت اعلى من معالج A18 بتاع ابل، ولكن احنا مفكنا من الارقام ونشوف الاداء الفعلي للجهاز هيبقى عامل ازاي. هنفتح كده شويه تطبيقات خفيفه ونشوف مين هيفتح اسرع. نبدا كده بواحد اتنين تلاته، الاتنين بيفتحوا سلاسه والاتنين تمام. نروح على الاعدادات، تاني الاتنين كويسين وبيفتحوا مع بعض. نروح كده على سبوتيفاي، هو فتح في الاس 25 اسرع ولكن بفرق بسيط خالص، ولو هنسكرول فيه شويه فالاتنين تمام وزي بعض. طب نجرب بقى اليوتيوب، هنا كان اسرع بفرق ملحوظ في الاس 25 الترا، والتيك توك كان سريع برضه في الاس 25 الترا. بس خلينا نشوف الكاميرا بتاعت التطبيق نفسه ونشوف انهي هيفتح اسرع. برضه الاس 25 فتح اسرع. طب خلينا ننقل على الانستجرام، وهنا الاتنين يعتبروا فتحوا مع بعض بالظبط. حتى لو عملنا سكرول فهنلاقي الاتنين تمام جدا، ولكن الايفون بيحمل محتوى اكتر من الاس 25 الترا. الاس 25 الترا بياخد ثواني بسيطه عشان يحمل، ولكن عموما الاتنين تمام. طب خلونا نفتح الكاميرا بتاعت الانستجرام، هنا اسرع بشكل ملحوظ في الايفون على عكس تيك توك كان اسرع في السامسونج. دلوقتي بقى نفتح مثلا شويه العاب زي مثلا صابواي، وهنا الاس 25 فتح اسرع، وبالمناسبه دي اول مره لتشغيل اللعبه في الموبايلين، ولكن الاس 25 كان افضل في النقطه دي. طب ننقل على اسفلت نايت، وهي واحده من اتقل اللعب على الموبايل، ولكن هنا الايفون فتح اسرع بشويه صغيرين من الاس 25 الترا. طب تعالوا نبدا كده جيم بلاي ونشوف الوقت اللي هتحمل فيه اللعبه. كده الايفون مره كمان كان اسرع، ولكن تجربه اللعب جميله جدا في الاثنين ومفيش فرق كبير ملحوظ خالص. طب ننقل بقى لاكتر لعبه انا شخصيا بحبها، وهي بابجي موبايل، وهنا الايفون فتح اسرع شويه، ولكن الاثنين خلصوا وقت التحميل مع بعض. تعالوا نشوف اللعبه من جوه هتبقى عامله ازاي. السلاسه هنا يا جماعه طبعا عاليه جدا، وده طبيعي لان الاثنين موبايلات فلاج شيب، وهنا المعالجين كويسين جدا واللعبه شغاله على اعلى اعدادات. دلوقتي بقى تعالوا نعمل ريندر لفيديو على ادوبي رش. الفيديو اللي على الموبايلين هو نفس الفيديو 4K 60 فريم، والفيديو سلس على التايم لاين بتاع الموبايلين، ولكن دلوقتي نحط افكت بسيط ونعمل ريندر. واحد اتنين تلاته، وخلونا نشوف المعالج السناب دراجون 8 اليت ولا الاي 18 بتاع ابل هيخلص اسرع. طب هنا الايفون بقى 99%، والاس 25 الترا لسه ما خلصش، وهنا الايفون كسب باكتساح في التحدي ده. طب تعالوا نشوف الرام هل لسه محتفظ بكل التطبيقات اللي فتحناها ولا لا. هنا تطبيق المكالمات لسه شغال، والاعدادات برضو تمام، وسبوتيفاي تمام برضو، ويوتيوب هنا عمل ريفرش في الاثنين. تيك توك هنا عمل ريفرش بسيط في الايفون، والانستجرام تمام شغال، ولكن التطبيق نفسه عمل ريفرش في الايفون. ولعبه صابواي عملت ريفرش في الايفون، اسفلت 9 عملت ريفرش في الاثنين، ببجي موبايل لسه شغاله في الاثنين، ودي حاجه جامده قوي بصراحه. والكاميرا في الاس 25 الترا زي ما هي، بس في الايفون رجعت للوضع الاساسي. بس الاثنين ماشيين تمام جدا. وكده نكون خلصنا فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. حابب افكركم بس ان احنا لسه في البدايه، وان شاء الله نطور محتوانا اكتر. ولو وصلتوا لحد هنا يا ريت تعرفونا، وسلام.